ازيكم؟ وحشتوني كتير، يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا على الفيديو ده دلوقتي. لو اول مره بتشوفيني، انا ايمان. هنعمل ايه النهارده مع بعض؟ هنعمل بيتزا القمر اللي انت شايفاها دي بمقادير بسيطه جدا ومكونات متوفره في كل بيت، ومش هتفشل منك تاني. العجينه مظبوطه 100%، هتعتمديها عندك ومش هتشتري البيتزا تاني خالص من بره. اللي تشوفنا مع بعض ايه عشان متقولش عليكم الفيديو. انا جبت بوله كده وهعاير بالمج الازاز المتوفر في كل بيت بتاع الشاي 3 كوبايات من الدقيق جميع الاغراض. تقدري تحطي دقيق مخبوزات زي ما تحبي، انا استخدمت هنا دقيق سايب جميع الاغراض. وهحط معلقتين كبار من الحليب البودر، واحط معلقه كبيره من السكر. ما ننساش طبعا رشه الملح اساسي. وهيكون عندي معلقه صغيره من الخميره الفوريه ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. وهقلب المكونات الجافه دي كلها كده مع بعض. وهيكون عندي 3 معالق كبار من الزيت. تقدري تستخدمي زيت زيتون، زيت ذرة، زيت عباد، المتوفر عندك او زي ما تحبي. انا استخدمت زيت اللي هو زيت ذرة عادي. وبعد كده هيكون عندي كوباية من المية الدافية. حطي المية واحدة واحدة عشان كل دقيق مختلف. هو يعني من كوباية لربع الكوباية حسب نوع الدقيق بتاعك. فشوفي العجينة بتاعتك هتحتاج الكوباية كلها او اقل. يعني حسب العجينة وحسب الدقيق. انا هفضل كده اقلب. انا دي عندي استخدمت كوبايه كلها، وافضل اعجن كده لحد ما تكون معايا عجينه بالشكل ده، ولا يابسه قوي ولا طريه قوي. وبعد كده هبدا اغطيها بكليم فيلم او كيسه نضيفه او فوطه مطبخ نضيفه، واحطها في الفرن. لازم في مكان دافي علشان تخمر معاكي بسرعه، لان الجو برد طبعا، عشان هتاخد معاكي وقت طويل قوي. كانت هنا خمرت معايا بالشكل ده. هنعملها مع بعض بقى، يعني بيتزا كده حجم عائلي اكس اكس لارج، يعني حاجة كده كبيرة جدا. انا هعملها على ظهر صينية مقاس 35. مش عارفة هي الصينية مقاس 35 او اكبر، مش عارفة يعني. فانا مسحتها كده مسحة زيت بمناديل مطبخ، وحطيت كده رشة بسيطة من الدقيق. نفضت الدقيق كويس جدا عشان ما يحرقش البيتزا كده من تحت. وبعد كده جبت العجينة حطيتها كده، وببدأ افردها بالسريع زي ما انت شايفة كده او بالنشابة. وكان عندي معجون صلصة انا عاملاه في البيت، وحطيته على النار، وحطيت معلقة كده من الزيت ورشة زعتر ورشة ملح بسيطة جدا ورشة فلفل اسود. وببدأ افردها كده بالفرشة السيليكون كده على العجينة كلها او على البيتزا بتاعتي. انا عندي هنا ميكس جبن تركي وشيدر وموتزاريلا، وعندي سلايس كده، عندي شرايح من الفلفل الاخضر ومن الطماطم، وعندي زيتون اسود. هنا عندي معلقتين من اللبن. التركه بقى هنا معلقتين من اللبن ومعلقه من الزبادي، هنزل بيهم على الجبنه. ليه؟ علشان تخلي الجبنه فيها طراوه كده متنشفش معاكي في الفرن، وتدي مطاطيه حلوه كده وتمسك الجبن كمان مع بعض. انا هنا هبدأ كده احط الفلفل الاخضر كده. تقدري تحطي فلفل الوان المتوفر عندك. وهبدأ كده احط الطماطم. تقدري تحطيها كده يعني متقطعة كده حلقات، او تقدري تحطيها متقطعة مكعبات صغيرة زي ما تحبي. وهبدأ هنا احط الزيتون الاسود. تقدري بقى اللي انت عايزاه، تحطي مثلا تونة، فراخ، تحطي سلامي، تحطي بسطرمة، تعمليها كده اللي هي مارجريتا، زي ما تحبي المتوفر عندك تحبوها. انا عملتها بالشكل ده. الفرن يكون درجة حرارة علشان ما تنشف. ما بتاخدش وقت خالص، من 10 دقايق لربع ساعة، مش اكتر، علشان تبقى طرية معاكي. او حسب نوع الفرن. طلعت كده، بس انا كنت سبتها تبرد للاسف. مفيش بقى المطاطية دي، لازم تبقى سخنة عشان تديها بتاعت الجبنة الحلوة دي. عايزة اقولك التسوية مظبوطة، العجينة مظبوطة جدا، البيتزا حلوة قوي. يا رب الفيديو يكون عجبك. ما تنسينيش لايك وشير وسبسكرايب، فعلي زر الجرس. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي.